السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا من غير شك جماهير الزمالك كلها مستاءة من تدهور الفرقة ومن سوء الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة ديت. يمكن 8 مباريات على التوالي نكسات لنادي الزمالك. طلعنا كلنا امبارح هجنا وشطنا وطالبنا مجلس الإدارة بالرحيل، وطالبنا تجميد عدد كتير من اللعيبه، حتى الجهاز الفني طالبنا برحيله، وقلنا ان فيريرا خلاص ما عندوش جديد يقدمه مع نادي الزمالك. كل اللي كان عنده قدمه الموسم اللي فات، ومن الواضح ان الموسم ده مستر فيريرا ما عندوش اي جديد يقدمه من نادي الزمالك. ولكن بعد ما فكرنا وهدينا المفروض بقى ان احنا نفكر في مصلحة الكيان نفسه. احنا لما اتكلمنا عن المشاكل اللي داخل نادي الزمالك وقلنا ان في مشاكل يا جماعة ومفيش فلوس والقصة واحد اتنين تلاتة داخل النادي، كان دايما بيطلع المستشار مرتضى منصور يشتم فينا ويقول ان احنا متزملكين وان احنا خاينين للكيان وان احنا بنهدم الكيان. ولكن للأسف الفترة ديت كل اللي بيحصل فيها بيثبت ان احنا كان كلامنا بجد ومش ان احنا اللي بنهدم الكيان. حتى طلع الاستاذ امير مرتضى منصور قال علينا جمهور مش بيتشاف. الجمهور الوحيد اللي بيتشاف هو اللي في المدرجات، هو اللي من حقه يطلب صفقات، هو اللي من حقه يطلب مين يمشي مين يقعد، ومن حقهم او حق عليهم ينفذوا للجمهور ده طلباته. اما احنا جمهور مش متشاف. حضرتك يا استاذ امير اللي اعترفت وقلت الكلام ده يمكن 3 4 مرات في مداخلات لك على قناة نادي الزمالك وتصريحات لك في اماكن تانية مختلفة. جمهور نادي الزمالك اللي كان في المدرجات اللي حضرتك معترف بيه غيرنا احنا، امبارح كان بيهتف هتافات سيئة ضد المستشار مرتضى منصور وضد امير مرتضى منصور وبيطالبوهم بالرحيل، زائد ان هم كانوا بيهتفوا ضد لعيبة نادي الزمالك. هل حضرتك دلوقتي يا استاذ امير هتنفذ طلبات الجمهور اللي انت قلت ده اللي من حقه يطلب مين يقعد ومين يمشي، خصوصا في ظل الفشل الاداري اللي داخل نادي الزمالك حاليا والفشل الفني واللعيبه وفشل المنظومه داخل نادي الزمالك بشكل عام؟ صفقات ما قدرتش تجيب لي صفقات حتى تكون ربع اللعيبه اللي سابتني ومشي، تخبيط من الاداره هنا وهناك في كل اتجاه، وتفتح عليا نار في كل حته، وعامل عليا جبهات من العداوه في كل الاماكن سواء من انديه او اتحاد كوره او اعلام او مسؤولين داخل الدوله. تيجي في الاخر تقول ان احنا بنتحارب، واحنا بنتحارب عشان احنا بنحارب عشان رئيس مجلس ادارتنا هو اللي فتح علينا طاقات جهنم ديت، مش مركز في شغل. في عز ما كنا احنا اكتر ناس داعمين لمجلس الاداره ده عشان خاطر يسود الاستقرار داخل نادي الزمالك، وبالفعل كنا بندعم في الفتره اللي كانت احسن فتره مرت على نادي الزمالك بعد رجوع مجلس مرتضى منصور. ولكن للاسف بدايه من الموسم ده واحنا في كوارث واحنا في مصايب بتحيط بنادي الزمالك، زائد ان كنتوا بتشنعوا على لاعبتكم ان هم بيتعاطوا مخدرات وبيتعاطوا كذا وبيتعاطوا كذا. حاليا كل الازمه اللي داخل فرقه الزمالك لو فضلت تلعب 100 سنه بالازمات اللي هي داخل الفرقه ديت عمرك ما هتنتصر ولا هتفوز مباراة، لان اللعيبه فاقده الثقه في نفسها. اللعيبه بجد واقعين بدنيا وواقعين نفسيا. وانا قلت بدل المره مليون مره محتاجين زي ما انتم بتقولوا محللين اداء، احنا محتاجين محللين نفسيين للعيبه نادي الزمالك. كل لاعب بيلعب تحت ضغط وحاطط في دماغه ان في اي لحظه رئيس مجلس الاداره هيطلع يشتمه ويقول عليه ان هو بيتعاطى كذا، زي ما عمل مع احمد فتوح وعمل مع عبد الله جمعه. لا والادهى كمان ان بيقول ان انا هرفع قضيه على اللي روج للاشاعات دي. حضرتك يا سياده المستشار اللي قلت التصريح ده وحضرتك اللي روجت للاشاعات دي، للاسف احنا بايدينا كمسؤولين داخل نادي الزمالك سبب في انهيار الفريق الاول لكرة القدم، بل سبب في انهيار كل الالعاب الرياضيه داخل نادي الزمالك. محدش يقول لي اصل الصفقات اللي ما اتأيدتش بسبب اتحاد الكوره هي سبب في هزيمتي من شباب بوليسداد. خليك عاقل وما تنزلش للمستوى بتاع الاعلاميين اللي بيطلعوا على قناه نادي الزمالك ويقول لك ان اتحاد الكوره
لو كان قيد ليا صفقاتي كنت فزت على شباب بلوزداد. عايزين نشيل من دماغنا فكرة المؤامرة الكونية اللي معمولة علينا، لان احنا المؤامرة اللي معمولة علينا معمولة من داخل نادي الزمالك قبل ما تكون معمولة عليك من الخارج. للأسف احنا لو استمر الوضع على الشكل ده نادي الزمالك دلوقتي أصبح فريق هش. نادي الزمالك أصبح فريسة سهلة لأي نادي، مع احترامي لكل الأندية. أقل نادي في الدوري لو لعبك في الفترة ديت هينزل يفترسك وبكل سهولة. أستاذ أمير اللي قال إن الجمهور اللي بيتشاف في المدرجات هو ده اللي كلامه يتسمع، أما إحنا لأ. الجمهور ده كان بيطلب برحيل أمير ومرتضى، وبيطلب برحيل الجهاز الفني وتجميد بعض اللعيبة. لو نفكر بعقل ونفكر بالراحة هنوصل لحلول. للأسف كل الإعلاميين وكل النقاد الرياضيين على قناة نادي الزمالك أو اللي بيطلعوا على أي موقع لنادي الزمالك كله طالع بيتكلم، وفي اللي بيساند في مجلس الإدارة، وفي اللي بيقول أصل إحنا مش عارف إيه ومعمول لنا سحر، وفي اللي بيقول إحنا واعيين فنيا، وفي اللي بيقول مفيش فكر. محدش راضي يديك حلول. اول حاجة لازم تدخل فوري من وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي، لان نادي الزمالك نادي جماهيري ونادي دولة، يعني خاضع للحكومة. قبل ما مرتضى منصور يستقيل او يقال لازم تكون معين لي لجنة تقدر تدير شؤون النادي وما يتعداش شهر وحضرتك تعلن عن انتخابات مبكرة. في خلال شهر من تعيين اللجنة اللي تدير نادي الزمالك تكون معمولة انتخابات ويجي رئيس شرعي لنادي الزمالك. تاني حاجة لابد وفورا من رحيل فيريرا، لان فيريرا ما عندوش اي فكر جديد يقدمه. مشي ورجع وبرضه لسه على ما هو عليه، الكبر والاختراعات والكزعبلات والغلطات اللي بيعملها في التشكيل وفي التغييرات. لابد من مدير فني مصري يتولى مسؤولية نادي الزمالك الموسم ده على الأقل، على ما نشوف مدير فني أجنبي. وأنا برشح الكابتن حسام حسن. الكابتن حسام حسن هو الوحيد اللي هيقدر يخرج اللعيبة ديت من اللي هم فيه. حين مجلس الإدارة بقيادة المستشار مرتضى منصور هيرفع ضغط وعبء نفسي كبير على لعيبه نادي الزمالك. رابع حاجه وهي اهم حاجه تجميد بعض اللعيبه المتخاذله داخل نادي الزمالك، تصعيد لعيبه ناشئين افضل منهم على الاقل هيلعبوا بروح وغيره على التيشيرت اللي هم لابسينه. ده بالفعل اللي لازم يحصل لو انت ناوي انك تحاول تنقذ ما يمكن انقاذه في نادي الزمالك. للاسف لو انت مش عاوز نادي الزمالك ينافس على الهبوط الموسم ده ونعيد القارة بتاعة العشرية السوداء اللي كانت على ايد الاستاذ ممدوح عباس. حضرتك السادس في الدوري دلوقتي ويا عالم بعد مباراة سموحة يوم الاثنين لا قدر الله لو اتهزمت، وانت لو فضلت على المستوى ده بالتأكيد هتتهزم. لا قدر الله لو اتهزمت مباراة سموحة والمباراة اللي بعدها، انت مصيرك هيكون ايه؟ هتكون بتنافس على الهبوط نفس ما حصل في عهد ممدوح عباس. ده للاسف اللي احنا حذرنا منه من زمان، وكان بيتقال علينا متزملكين وبيتقال علينا ان احنا اعداء لنادي الزمالك. ولكن زي ما وضحنا وقلنا قبل كده ان احنا بندعم كيان، مش بندعم اسامي ولا بندعم اشخاص. في وقت ما كان مجلس المستشار مرتضى منصور شغال لصالح النادي كنا احنا اول ناس بنطلع ندعمه، اول ناس كنا بنطلع نسنده، ولكن مش هيكون عندي اغلى من نادي الزمالك. وقت ما اشوفك بتوقع النادي انا اول واحد هكون ضدك، وبالفعل هو ده اللي انا عامله دلوقتي. لازم يتم وضع خريطة طريق وخريطة تصحيح مسار للنادي عشان تقدر تنقذه في الفترة الحالية. نادي شباب بلوزداد الجزائري عمل انجاز تاريخي، لأول مرة في التاريخ نادي جزائري ينتصر على فريق مصري في أرضه ووسط جمهوره. بتمنى من جماهير نادي الزمالك إن هي ما تستناش أي بطولات الموسم ده من الفرقة، ولكن تدعم الكيان ونحاول نبني فريق محترم، فريق يليق باسم وحجم كيان نادي الزمالك للموسم الجديد. بس على الأقل أفحر وعافر في الدوري عشان ما اهبطش، وعشان خاطر احاول على قد ما اقدر
اكون متواجد ضمن المربع الذهبي عشان الحق اي كرسي في بطولة افريقيا حتى لو كونفدرالية الموسم الجديد. هي دي الحلول اللي لازم تتعمل عشان خاطر تنقذ نادي الزمالك. في اخر الفيديو بتمنى من كل اخواتي الزملكاوية يشاركوني برأيهم في التعليقات، ولو حد عنده اي اقتراح او اي حد عنده حلول لحل ازمات نادي الزمالك الفترة ديت يتفضل يكتبها لي في التعليقات، وادعمونا بلايك عشان خاطر الفيديو يوصل لأكبر عدد من الزملكاوية. ولو كنت أول مرة تشرفني في قناة زملكاوي حر اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا الفترة القادمة عن أخبار نادي الزمالك وكل ما يخص نادي الزمالك. عاش الزمالك حب في قلوبنا، عاش جمهور نادي الزمالك العظيم، وشكرا لكم. سلام عليكم.